السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي. الفترة اللي فاتت كنا عملنا استبيان عن الكاتب المفضل ليكو واللي المفروض هقرا عنه الفترة الجاية، وأعلى نسبة تصويت كانت على دكتور مصطفى محمود الله يرحمه. ولفتني عنوان كتاب ليه اسمه الروح والجسد، الطبعة السبعة. إن شاء الله هنقراه سوا، وأتمنى تقولوا رأيكم برضو في قرايتي لأن أنا برضو مش قد كده. وهنبدأ إن شاء الله. الصمت. نحن نتبادل الكلمات والحروف والعبارات كوسائل للتعبير عن المعاني وكأدوات لكشف كوامن النفوس، ونتصور أن الحروف يمكن أن تقوم بذاتها كبدائل للمشاعر، ويمكن أن تدل بصدق على ذواتنا ومكنوناتنا. والحقيقة أن الحروف تحجب ولا تكشف، وتضلل ولا تدلل، وتشوه ولا توضح، وهي أدوات التباس أكثر منها أدوات تحديد. يقول الحبيب لحبيبته أحبك، وهو يقصد بذلك التعبير عن حالة وجدانية خاصة جدا وذاتية وجديدة عليه، فلا يجد إلا كلمة هي صق مستهلك هرئ من كثرة الاستعمال، كلمة أصبحت ماركة مسجلة لأردأ أنواع البضائع، كلمة حولتها الأغاني المبتذلة والهزليات المسرحية إلى مبولة أو بالوعة، أو في أحسن الأحوال إلى منشفة لتجفيف ما ينضح من العرق في حالات فسيولوجية عديدة ومتناقضة. ولكنه لا يجد غيرها، فإذا حاول أن يستخرج من قاموس الحروف ومعجم العبارات كلمات أخرى فإنه لا يجد إلا المجاز والاستعارة والبيان والبديع وضرب الأمثلة، فيقول لحبيبته إنه يحبها كما تحب الوردة ندى الفجر، أو كما تحب ظلمة الليل شعاع الشمس، أو كما تحب صغار العصافير أعشاشها، وهو كلام فارغ آخر ويترجم الحالة الخاصة الفريدة إلى سلسلة من البدائل المزورة، ويحول الشعور البكر إلى ثرثرة جوفاء لا تدل على شيء، ولو أنه صمت لكان صمته أبلغ. وللصمت المفعم بالشعور حكم أقوى من حكم الكلمات، وله إشعاع وله قدرته الخاصة على الفعل والتأثير. والمحب الصامت يستطيع أن ينقل لغته وحبه إلى الآخر إذا كان الآخر على نفس المستوى من رفاهة الحس، وإذا كان هو الآخر قادرا على السمع بلا أذن والكلام بلا نطق. والإنسان معجزة المخلوقات، وهو ليس آلة كاتبة ولا أسطوانة ناطقة، هو أكثر من مجرد آليات جسدية، هو عقل وروح ووجدان وذاته مستودع قوي وأسرار إلهية. هو لا يستطيع أن يتكلم بلا نطق، ويسمع بلا أذن، ويرى بلا عيون، ونحن نرى في الحلم بلا عيون، ونسمع بلا آذان، ونجري بلا سيقان. وقد رأى المبصرون بعيون طه حسين ما لم يروا بعيونهم. وفي رؤى أبي العلاء وأشعاره ما لا تتطاول إليه عيون المبصرين أصحاب العيون. والحقائق العالية تقصر دون بلوغها الحروف والعيون والأذان، وإنما خلقت الحروف للتعبير عن أشتات العالم المادي وجزيئاته، وهو مجرد رموز ومصطلحات ونظائر لما نرى حولنا من شجر وحصن ورمل وبحر وتلال ووديان وجبال. أما عالمنا الداخلي وسمواتنا الداخلية وسرائرنا العميقة فتقصر دونها الحروف ولا تصورها كلمات. وكلما كان شعورنا حميميا، وكلما كان حبنا متغلغلا في شغاف القلب مالكا ناصية السر ساكن اللب الفؤاد، عجز اللسان وتضعضعت الكلمات وتقطعت العبارات. والحقائق الإلهية أكثر استحالة على الألفاظ. هنا الألفاظ تتحول إلى جلاميد صقر لا تصلح على الإطلاق لوصف ذات الله المطلقة. والألفاظ في رحاب الله أستار وحجب، والكلمة حائل
والعبارة عائق والاصطلاح عقبة. يقول الله سبحانه في مخاطباته القدسية للصوفي الصالح محمد بن عبد الجبار: كل ما فوق وتحت وعن يمين وشمال وكل ما بدا ليس مني. الحروف لا تدل علي، الكلمات لا تدل على أوصافي. أوصافي التي تحملها العبارة هي أوصافك بمعنى. وحينما أقول إني أنا الرحيم فإنك تفهم رحمتي برحمتك، وما رحمتي يا عبدي كرحمتك. إنما أوصافي من وراء العبارة. ومن أوصافي إني بين قوسين الأبد، ولا عبارة في الأبد. أنا الذي ليس لا كمثله شيء. فيا مختلف لا تستدل علي بمختلف فتخطئ الطريق إلى معرفتي. إنما يكون تعرفي إليك بلا نطق وبلا عبارة، وإذا جاءك وصفي بلا عبارة فقد جاءتك الحقيقة. وإذا وقفت في حضرتي فسترى الحروف أصناما والعبارات أوثانا. ويقول الصوفي الصالح في دعائه وابتهاله: يا رب لا تذرني بمزارات الحروف في معرفتك. فيشبه الحروف بالمزارات التي تزور كل شيء، فلا توصل إلى معرفة حقة. هذا هو عالم السر والطلسم الذي يتم الاتصال فيه بالروح بدون مواصلات المادة وبدون أداة الكلمة. يقول الله سبحانه في مخاطباته الإلهية للصوفي محمد بن عبد الجبار: الحرف حجاب. الحرف يعجز عن أن يخبر عن نفسه، فكيف يخبر عني؟ أنا خالق الحرف، وما يخبر عنه الحرف فإنا من وراء الاثنين. اخرج عن الحرف، اخرج عن نفسك، اخرج عن اسمك، اخرج عن كل ما بدا. تكن في حضرتي، أصمت منك الصامت، ينطق الناطق بالضرورة، بين قوسين والناطق هنا الروح. وهذا هو عالم المطلقات الذي لا تحلق إليه الكلمات ولا تسمو إليه ألفاظ. ومعدن الحب الشفيف العالي هو من نفس معدن هذه المطلقات، ولغته من لغتها، فهو من خصائص الروح، وهو في صميمه انعطاف روح قبل أن يكون انعطاف جسد. وحينما تبلغ المشاعر إلى تلك المنطقة يسكت اللسان وتصبح اللغة صمتها. ولهذا أحب الصمت وأوسر الصمت كلما شعرت بهذا القرب الحميم نحو إنسان، ذلك القرب الذي يتسلل إلى الشغاف ويسكن الحنايا دون ما صخب ودون ما ضجيج ودون ما اضطراب. فهنا لا وجود للانفعال المبتذل الذي تتكلم عنه الأغاني، ولا وجود للأوجاع والبكائيات، ولا مكان لبلاهة قيس وأشعاره. ولو أني استعرت تلك الكلمات القديمة لأعبر بها عن ذلك القرب الحميم لكنت صرصارا أجوف أتكلم عن رجل آخر غيري. فهنا شعور جديد تماما وخاص جدا وذاتي. هنا حضور مؤنس يشيع الدفء والبهجة الهادئة والإحساس بالمعية التي تطرد الوحشة والوحدة. هنا كل شيء هامس خافت بلا صوت وبلا صورة وبلا لفظ وبلا غرض وبلا مأرب. فما أبلغ الصمت وما أقدره على التعبير. الفصل الثاني بعنوان الصراخ. يعني الأول انطلق وتكلم عن الصمت، المرة دي هيتكلم عن عكس الشيء وهو الصراخ. ودي أول مرة الصراحة أقرأ للدكتور مصطفى محمود، وهو طبعا مشهور بس أنا ما قرأتلوش قبل كده، فواضح جدا 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 إن كتاباته رائعة. والصراحة أنا مستمتعة بالبلاغة اللي موجودة في الكتابة الصراحة يعني. الكلام كله واضح وسهل لأي حد يقراه، يعني لو عايز يعبر عن حاجة هيقدر بسهولة. الفصل الثاني الصراخ. نحن في عصر الصراخ،
مدينة اليوم اسمها بحق مدينة الصراخ. علاقة الحب صراخ، وعلاقة الزواج صراخ، وعلاقة المجتمع صراخ طبقي، وعلاقات الدول صراخ سياسي، والشعارات صراخ فكري، والمذاهب تحريض علني للأغلبيات على الأقليات والأقليات على الأغلبيات، ولافتاتها المرفوعة هي الصراخ والهتاف والصياح والنباح. والبيوت التي ترفع لافتة الحب على بابها تعيش حياة هي أقرب إلى الصراع على السلطة منها إلى تعاون ومحبة ورحمة بين أزواج وزوجات. حياة أقرب إلى صراخ يومي وتنازع حكم ورأي في كل شيء، وكأنما المطلب الذي يصحو به كل واحد هو من يحكم اليوم، من يسود، من يمسك باللجام. وإذا أعوزت المرأة مبررات السيادة والقيادة التمستها بالغيرة، واتخذت من الشك ذريعة حصار وسببا لإيداع الزوج السجن، وإعلان أحكام الطوارئ في البيت ليل نهار، ومصادرة الخطابات والتسمع على التليفونات وتفتيش الملابس الداخلية والخارجية. طبعا ده كان أيام ما كان في مصادرة الخطابات، يعني أيام ما كان في خطابات على أيامه هو بقى يعني. فإذا لم تعثر على جسم الجريمة ولم تضبط أحرازا فإنها تعلن أنه لا بد من تفتيش الدماغ وكسرها إن أمكن بالقبكاب أو بالحجج الفلسفية حسب درجة ثقافتها وحسب حظها من التربية في بيت أبيها. فإذا لم تجد شيئا في دماغه فلا بد إذن أنه كان هناك شيء في الماضي قبل أن يتزوجها، لا بد أنه كان على علاقة ما في يوم ما. فهذا شأن جميع الرجال الملاعين، وجميع الرجال ملاعين إلى أن يثبت العكس، ولا يمكن أن يثبت العكس أبدا. المهم أن يصل الحوار إلى صراخ وعويل ولطم وندب، ومرة أخرى تتوقف ردود الفعل على حظ الزوجة من الثقافة ومن تربية البيت. ودائما في كل زواج هناك شيء ناقص. إذا وجد الحب صرخت الزوجة لأنها لا تجد كفايتها من المال، وإذا وجد المال صرخت لأنها لا تجد كفايتها من الحب، وإذا وجد الاثنان صرخت لأن الزوج له ماضي، وإذا وجد كل شيء التمست سببا للنكد في حياة الأولاد. المهم أن تصرخ وتفش غلها، ودائما هناك غل بسبب وبدون سبب، وكأنما الغل هو التراث الحضاري المشترك للنساء جميعا. صدق الله العظيم حينما قال في قرآنه عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، لأن الغل هو السر في الجحيم الذي نعيشه. الغل في المرأة وفي الرجل وفي الدولة، حتى الغل في الضحك هو عنوان تعاسة. الضحك المغلول والتهريج المجلجل والمرح الوحشي هو الآخر عنوان افتعال لتغطية أصوات القلق والحزن الدفين واليأس الأكال في داخل القلب بأجراس الضحك وبقرع الكؤوس المخمورة. والسعادة الحقة نوع من أنواع شهود الله في آيات عظمته، أو كما يقول الصوفي محمد بن عبد الجبار: هي شهود ما لا ينقال. يقول لك ذلك الصوفي: إن لم تشهد ما لا ينقال تشتت بما ينقال، وتوزعت بين آلاف المقولات والمقريات، وتعلقت بما لا يدوم وبما لا يثبت للحدثان، كما تتعلق الموجة بالموجة، وكما يتعلق المتحرك بالمتحرك، والناقص بالناقص، والزائل بالزائل، والمنهدم بالمنهدم، وهو مثل لجوء الخراب إلى الخراب، والخراب لا يصلح ملجأ. ولهذا ينتهي أمرك إلى الخيبة والفشل. ولهذا إلا بالله، لأنه هو وحده الثابت الصامد الصمد الذي لا يتغير ولا يتقلب ولا تلحق به العوارض. وبين يدي الله السكينة هي الحال، والصمت هو المعرفة، لأن المطلق لا تسعه عبارة ولا تحيط به حروف. فالجهل به هو عين معرفته، والصمت هو عين إدراكه. ولهذا يرى الصوفي محمد بن عبد الجبار
أن الحب بمعناه المتداول، وهو أن تحتل امرأة عقل رجل وتسد عليه جميع أقطاره وتصبح شاغله ومطلبه الوحيد، هو باب من أبواب الكفر والشرك. ويقول الله للصوفي في مخاطباته: إن جعلت لغيري عليك مطالبة أشركت بي، فاهرب هربين، هربا من الغريم وهربا من يدي. يعني لو حد يعرف مين الصوفي وايه حواراته ديت، لان انا عامل سيرش لازم افهم ايه الحوار اللي هو كل شويه بيقوله ده وبيقتبس منه ده. ويقول الامام الغزالي نفس الرأي في هذا اللون من الحب الدارج: انه سقوط بالهمة، لانه تعلق بهواء، تعلق الزائل بالزائل. ولهذا وصف القرآن العلاقة السوية بين الرجل والمرأة بأنها المودة والرحمة، ولم يسميها حبا، وجعل الحب وقفا على علاقة الإنسان بالله، لأنه وحده جامع الكمالات الجدير بالحب والتحميد. جاءت لفظة الحب في القرآن عن حب الله وحب الرسول، وجاءت مرة واحدة عن حب المرأة على لسان النسوة الخاطئات حينما تكلمنا عن امرأة العزيز والفتاة الذي شغفها حبه، وهو حب رفضه يوسف واستعصم منه واستعان بربه وآثر عليه السجن عدة سنين. وهي جميعا مؤشرات تكشف عن سبب الإحباط العام والتعاسة في مجتمعات العصر وبيوته، بسبب حب هو كفر، وزواج هو أنانية، وصراع طبقي هو حقد، ومذاهب هي انتقام، وشعارات هي كذب، وعالم ضاعت منه المودة والرحمة، وافتقد الإيمان بالملجأ الحقيقي، وأصبح شعاره لجوء الخراب إلى الخراب، لجوء الشباب إلى الجنس والمخدرات الذي لا يختلف كثيرا عن لجوء أمريكا إلى العنف، ولجوء اليهود إلى العنصرية، ولجوء الطبقات المطحونة إلى أوهام المذاهب المادية ووعودها وتحريضها، ثم محاولة إغراق الخيبة النهائية والفشل النهائي في شعار ملفق أو دعاية كاذبة أو مباراة كرة أو صراع سيران أو طبل وزمر، ثم يعود فيغرق الفرد في يأسه، في حب أو كأس أو نوبة غضب أو رفض لكل شيء، أو اتهام للكون وخالقه بالعبثية، مع أن الكون كله من أكبر مجرة إلى أكبر أصغر ذرة ينطق بالنظام والإحكام والإبداع ويشهد بالخطة، وبأنه لا شيء فيه خلق عبثا. ويقول أصحابنا الماديون أن الكلام الكثير في الله والدين ترف، ليس هذا وقته ولا أوانه. ويقولون لسنا ملحدين ولا دعاة إلحاد، إنما نقول فقط إن هذه المسائل غير المطروحة، وإن هذا ليس أوانها. وأقول لهم أنا: بل هي مطروحة بشدة وهذا أوانها. أقول لهم إن هذا الصراخ والصياح وخراب النفوس وتمزق الأرواح سببه الأول اعتقاد أصحابها أنهم يعيشون في عالم بلا إله، وأنهم يبحثون عن عدل دون اعتقاد في عادل، ويحاولون النهوض بحياة يعتقدون أن مصيرها التراب. وإذا صدقنا معهم أننا لا نملك إلا لحظتنا وحياتنا هذه، فإنه لا يبقى أمامنا إلا أن نتقاتل عليها في بشاعة، ثم نموت كلنا وندفن السيد إلى جوار العبد، وصاحب العمارة إلى جوار بوابها، بدون معنى لكل تلك الضراوة والبشاعة التي تقاتلنا بها. اعتقاد هو الخراب بعينه، وحماسة تهزم نفسها بنفسها وتنقض نفسها بنفسها، ولا تلد إلا نفوسا شائهة تصرخ وتصرخ بلا مقتض وبلا موجب مفهوم. وقديما قالوا إن البيوت السعيدة لا صوت لها، ولا أحد يتخذ منها مد للكلام، ولا أحد يروي عنها قصة أو يكتب رواية أو ينتج فيلما. وفي رواية الحب التقليدية يسدل الستار دائما عندما يصل الحبيب والحبيبة إلى المأذون، لأن المؤلف يتصور حينئذ أن الكلام انتهى
وأنه لم يعد هناك ما يقال، لأن السعادة بدأت والسعادة عنوانها الصمت. فأين هي تلك البيوت السعيدة الآن؟ ما أقلها. وبكده يكون انتهى الصراخ.